اكيد يا صاحبي بتقعد تذاكر وفجأة كل حاجة حواليك بقت مغرية، عقلك يقولك طب اشوف بس الموبايل دقيقة واحدة، طب اكل حاجة خفيفة، وانا فعلا محتاج الشهادة دي ولا اسيب الدنيا واروح ازرع في الجبل؟ ده فعلا بيحصل. ما تقلقش يا صاحبي، انت مش لوحدك، بس خليني اقول لك حاجة، اغلب الناس بتذاكر بطريقة غلط، وعشان كده يا صاحبي بيقضوا ساعات طويلة جدا وما يفتكروش ولا اي حاجة من اللي ذاكروها. انما انا جاي النهاردة اقول لك على 6 نصايح ذكية لو عملتهم هتخلي دماغك تشتغل معاك مش ضدك، وتذاكر اسرع وتفتكر اكتر، وكمان ممكن تلحق تخرج مع اصحابك اخر اليوم. تابع معايا للاخر لان النصيحة رقم 6 ممكن تغير كل حاجة في حياتك، لان دي حاجة مهمة جدا. اولا ما تنساش تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في الكومنتات. كمان اهم من المونتاج المعلومات اللي ممكن تغير حياتك للافضل. النصيحة الاولى اخدع دماغك يا صاحبي، دماغك كسولة هيضيعهم في التفكير والتشتت، واكيد ده بيحصل معانا كلنا. طب الحل؟ قول له هذاكر بس 20 دقيقة، دماغك هيقول لك سهلة يلا نبدأ من دلوقتي، ومجرد ما تبدأ هتكمل اكتر من غير ما تحس، وده حقيقة واكيد حصل معاك كده، ولو حصل مع حد كده اكتب لي في الكومنتات وعرفني. النصيحة التانية طريقة العباقرة. اينشتاين كان بيقول لنا لو مش قادر تشرح الفكرة ببساطة يبقى انت مش فاهمها كويس. طب بقول لك تجرب على حاجة تقدر تفهمها، جرب تشرح اللي بتذاكره لنفسك، لو وقفت او اتلخبطت يبقى دي الجزئية اللي محتاج تراجعها. الفهم الحقيقي بيبدأ من البساطة. ونخش على النصيحة الثالثة، اختبر نفسك. لو انت بتقعد تعيد في قراءة الملاحظات دي طريقة عقيمة ومضيعة للوقت، جرب حاجة اسمها الاسترجاع النشط. اقفل الكتاب وحاول تفتكر بنفسك، اكتب النقاط المهمة من دماغك، استخدم فلاش كارد، بس الاهم اختبر نفسك مش تقرأ بس، حاول تطور من نفسك. النصيحة الرابعة مؤقت الطوارئ. عارف يعني ايه مؤقت الطوارئ؟ عارف الاحساس ده قبل الامتحان تبقى فجأة مركز بشكل مش طبيعي؟ ده اسمه التركيز تحت الضغط. استغله صح يا صاحبي، اظبط تايمر لمدة 30 دقيقة وذاكر اكن حياتك متوقفة عليها. بعد كده خد بريك 5 دقايق اتمشى فيهم او اعمل حاجة انت بتحبها. خلينا يا صاحبي ندخل على النصيحة الخامسة، مذاكرة الذكي مش المجتهد. يعني مش لازم تذاكر كل كلمة، طبق قاعدة 20-80، يعني 20% من المجهود بيديك 80% من النتيجة. يعني ذاكر اللي يجي فعلا في الامتحان، راجع امتحانات سابقة واسأل المدرس، ويبدأ باختبار تجريبي يعرفك اهم المواضيع. والنصيحة السادسة والاخيرة النوم والحركة. ركز معاه في دي قوي، دماغك مش بيغذي المعلومات وانت بتذاكر، وبيغذينا وانت نايم. ايوه يا صاحبي، يعني لو سهرت قبل الامتحان دماغك هيطير المعلومات زي ما جت. حاول تنام من 7 ل8 ساعات على الاقل. وكمان الحركة بتساعد، حتى المشي البسيط بيزود التركيز ويحسن الذاكرة. عشان كده دايما يا جماعة بنقول ان الرياضة مهمة جدا في الذاكرة، تحسن كل حاجة بصراحة. فحاول يا صاحبي تهتم بيهم جدا. ويلا بينا نراجع اللي احنا قلناه كله علشان ما تنساش. احنا اتكلمنا عن الخطة مذاكرة ذكية في 6 خطوات، وهم اخدع دماغك بالتوقيت، علم اللي بتتعلمه، اختبر نفسك، قسم وقتك، ركز على المهم، نام وامشي شوية كل يوم. المعرفة مش قوة، القوة الحقيقية هي انك تطبق اللي عرفته. فقبل ما تقفل الفيديو يا صاحبي اختار نصيحة واحدة بس وجربها النهاردة، واكتب لي في الكومنتات انهي واحدة فرقت معاك فعلا. ولو عايز تفجر قدرات دماغك صح ما تنساش اللايك والاشتراك، لان اللي جاي اقوى بكتير يا صاحبي. مع السلامة.